عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في برنامجكم كل صراحة. النهاردة ما كنتش عاوز أعمل فيديو، بس اللي شفته من جمهور النادي الأهلي هو اللي خلاني أعمل الفيديو ده. اللي طلع وأشكر جمهور النادي الأهلي إن جمهور عظيم. جمهور النادي الأهلي أثبت إن جمهور عظيم بيقف ورا النادي الأهلي في أحلك الظروف، مش في الفرح بس. احنا عارفين ان فرقة النادي الاهلي بتفرحنا كتير، لكن ما على مر تاريخ النادي الاهلي من 1907 مرت علينا لحظات صعبة زي بتاعت امبارح دي. اثبت الجمهور معدنه الاصيل. جمهور النادي الاهلي ورا النادي الاهلي على المرة قبل الحلو، زي ما قال. تحية كبيرة لجمهور النادي الاهلي، وإن شاء الله ربنا شايل لكم حاجة أحسن. إن شاء الله النادي الأهلي ولاعيبته اللي إحنا زعلانين منهم هيفرحونا إن شاء الله. عاوز أقول لجمهور النادي الأهلي ما تزعلش، بطولة وراحت، بس إحنا مش زمن أي تاني ونقول لك كل شوية نقول اطوي الصفحة. إن شاء الله ربنا هيرضينا وربنا شايل لنا حاجة حلوة، بس الكل يعمل، الكل في مكانه يعمل بجد ويعمل بإخلاص للنادي. شفنا الكابتن محمود الخطيب في ماتش مصر المقاصة، ما طلعتش اتكلمت أنا بعد الماتش وهو بيحمد ربنا. كابتن محمود الخطيب تحس كبر يجي 20 سنة تاني، إن راجل مهموم بحب النادي الأهلي. الراجل حمد ربنا طبعا، وشفنا السفهاء والبلهاء بيتريقوا على واحد بني آدم بيحمد ربنا، وهم عندهم أبو شخرة رئيس الخرارة، أبو شخرة بيشكر للحريم والنساء. في حاجات كتير عاوز أتكلم عليها، بس أنا طالع النهاردة مخصوص أشكر النادي الأهلي، جمهور النادي الأهلي، واقول للكابتن محمود الخطيب ربنا شايل لك حاجه حلوه ان شاء الله. ما نعرفش اللي ربنا كاتبه لنا ايه، بس اكيد ربنا كاتب حاجه كويسه للكابتن محمود الخطيب والجمهور اللي تعبان ده، جمهور المخلص. لو انا شكرت جمهور النادي الاهلي من هنا لحد ما الواحد يموت مش هيجازيه اللي عمله امبارح. حقيقي جمهور مسؤول، جمهور عارف ازاي يشد فرقته لقدام مش يهبطها. كان قبل الماتش بليله الكابتن وليد كان بيقول انا مش عاوز جمهور النادي الاهلي يشتم في اللعيبه. مش جمهور النادي الاهلي يا كابتن وليد، وانت عارف كده، مش جمهور النادي الاهلي اللي بيشتم في لعيبته. لحظات قليله على مر تاريخ النادي الاهلي اللي ممكن حصل فيها حاجه زي كده. وعاوز اقول للجمهور ان احنا عاوزين نبص لقدام ونسيبنا من الكلام اللي بيقول لك لاسارتي لازم يمشي. طب وبعد ما يمشي لاسارتي مين هيجي؟ مين هيتحمل المسؤوليه؟ محمد يوسف تاني؟ ولا نجيب واحد يقول لك انا لسه مش عارف اللعيبه؟ كل الكلام ده تهبيط للفرقه، مع كل ملاحظاتنا على لاسارتي في الماتشين بتوع سان داونز. انا مش ممكن ما اتكلمش عنهم ان ما فيش حاجه فيهم تتقال، لكن كل ملاحظاتنا على لاسارتي، لكن ما يمشيش. دول عاوزين يهدوا المعبد. اوعوا تسمعوا للكلام اللي بيقول لك لاسارتي يمشي، لا خلاص لازم يكمل والحساب اخر الموسم. خلاص احنا قدامنا دوري وكاس وماتش مهم. انا بفكر جمهور النادي الاهلي، وقبل جمهور النادي الاهلي لاسارتي المدير الفني والجهاز واللعيبه. احنا عندنا طار مع بيراميدز، طار كبير، طار لازم يخلص في الملعب، طار كروي، طار كروي لازم يخلص في الملعب. انا بقول لجمهور النادي الاهلي، للاعيبه النادي الاهلي، اذا كنتوا عايزين تعوضوا الجمهور يبقى لازم نكسب بيراميدز وبسكور. هو ده الماتش اللي هيعوض الجمهور عن كل حاجه حصلت في ماتش سان داونز. النادي الاهلي مش هيقع عشان بطوله. النادي الاهلي تاريخه من 1907 لحد النهارده
يا ما عدت عليه بطولات وخسرها، ويا ما عدت عليه بطولات كتيرة وكسبناها. احنا النادي ال21 على العالم على مر التاريخ. اوعى اوعى يا جمهور النادي الاهلي تنسى الحكايه دي، راسك تبقى مرفوعه تملي لفوق. وعلى لعيبه النادي الاهلي في ماتش يوم الخميس، ماتش بيراميدز، لازم تعوض الجمهور، لازم تلعبوا برجوله. ولاسارتي لازم يتعلم من اخطائه. انا بقول هارد لك للنادي الاهلي، هارد لك لجمهوره. ماتش مهم جدا بتاع يوم الخميس، ماتش فيصلي في الدوري. انا بقول لكم اذا كسبنا الماتش اللي جاي، وان شاء الله هنكسبه وفرق سكور كمان، يبقى النادي الاهلي 90% هياخد البطوله ان شاء الله، بطوله الدوري. وما بقى عاوز افكر جمهور النادي الاهلي وكل محبين النادي الاهلي وكل المغرضين وكل القبيضه وكل الفلوس اللي اترمت في الدوري وكل المؤامرات اللي اتعملت على النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب ولاعيبه النادي الاهلي والاشاعات اللي طلعت عليهم. انتوا الاول، انتوا نمبر 1. احنا متحتلين صداره الدوري، والنادي الاهلي اذا طلع الصداره عارفين من الصعب ان هو ينزل. عندكم تحدي كبير يوم الخميس، لازم تبقوا رجاله زي الجمهور. بقول لعيبه النادي الاهلي اتعلموا من جمهور النادي الاهلي، اتعلموا. اللي حصل امبارح في برج العرب دي ملحمه من الجمهور، وان شاء الله ربنا هيرضينا وشايل لنا حاجه احسن، ومحدش عارف الخير فين. اهم حاجه زي ما الجمهور بيقول، العب برجوله، موت على الكوره، والجمهور وراك يا اهلي في كل وقت. الحزن قبل الفرح. بتمنى الرساله من الجمهور تبقى وصلت للعيبه، واللعيبه تعرف قيمه النادي وقيمه جمهوره العظيم اللي بالملايين في جميع انحاء العالم. ما تنسوش ان انتوا بتلعبوا باسم نادي كبير ووراكوا جمهور عظيم لازم تفرحوه. ماتش يوم الخميس حياة او موت. ماتش يوم الخميس طار بايت في الملعب لازم يخلص، طار بايت لازم يخلص، لازم يخلص في الملعب. اللعيبه لازم تتعاهد وتلعب بكل قوه في الماتش اللي جاي، ان هو ماتش الدوري، ماتش فيصلي في الدوري. احنا عندنا البيراميدز والمصري والاسماعيلي ورا بعض. انا بقول لكم لو كسبنا الثلاث ماتشات الثلاث ماتشات اللي جايين دول، ان شاء الله البطوله للنادي الاهلي. وبقول لجمهور النادي الاهلي اخر حاجه، هارد لك، ما تزعلش. البطولات جايه كتير، بطوله وراحت زي كذا بطوله. احنا قعدنا خدنا البطوله ابطال الدوري، اول بطوله 82، وتاني بطوله 82 و84، وبعد كده ما خدناش البطوله غير في 2001. ربنا هيرضينا، وربنا شايل للكابتن محمود الخطيب حاجه كويسه. شكرا جمهور النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.